السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغتيال هشام صاحب قناة في العارضة في السويد اللي خلق واحد الرواج إعلامي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كنشوف ولاد الكلبة كاع جراو، كنشوف الجزائريين ما قدروا يتهموا حتى جهة. هو كاينه تصفيه، يقرون انه كاين تصفيه ولكن ما كاينش. اليوم انا غنقول لك شكون اللي قتل هشام صاحب قناه في العارضه، وغادي نحط لك 4 ديال الشخصيات بارزه، وغادي نقول لك حتى الدور على من جاي. فاللي اغتال هشام هو عصابه خططت لهذا بأمر من وليد صادي وحفيظ الدراجي، وهنا بدا صراع الأجنحة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. فالتخطيط كان من طرف وليد صادي وحفيظ الدراجي، وهشام باش نكونوا منطقيين رغم عدائه للمغرب ورغم ما قال في المغرب وما وصف به المغرب، فهذا الملف هذا هو بين يدي الرحمن وغادي ياخذ الجزاء ديالو. لكن كان يشكل خطر على وليد صادي، وكان كيشكل خطر على حفيظ الدراجي، بل انهم اتهموا حتى بالعماله الفوزي القجع، وفضح الكثير من الامور والكثير من العقود. وربما الاخوه اللي ما كيعرفوش شكون هو هشام في العارضه، هشام في العارضه انا بالنسبه لي في القطاع ديال الرياضه كيشبه الامير ديزاد، وعنده اللي كيمدو بلي دوني من داخل الاروقه ديال الاتحاد، لان الرجل وصل لواحد الامور خطيره. والدور المقبل جاي على الحسين جناد، داك راس الطارو، لان هشام انا كنت اسميه بفرس النهر، ولكن اليوم انا كنسميه بهشام في العارضه لانه لم يعد موجود معنا. فاليوم غادي نجيب لكم راس الطارو ديال الحسين جناد، اللي كذلك تا هو يعادي المغرب، لكن هو ينتمي لجناح ضد الجناح ديال حفيظ الدراجي ووليد صادي. الجناح ديال الدراجي ووليد صادي هو جناح كيخدم فرنسا 100%. الحسين جناد كيخدم واحد الجناح اللي هو موالي لتركيا، وهاد هشام في العارضة كيخدم جناح ديال الكبرانات اللي في الصورة حاليا واللي غادي مع التوجه الامريكي. كتعيشوا قواويل وتموتوا قواويل، سبحان الله العظيم. انا والله ما فهمت لكم شي حاجه بالله. فهنا واش هاد الجزائريين، وهنا كنتكلم على الذباب الالكتروني اللي كيعرف الحقيقه، الذباب الالكتروني كيعرف الحقيقه، والقنوات الرياضيه الجزائريه كثيره اللي كتعرف كيفاش مات هشام. واش عندكم الجرأة انكم تفضحوا؟ لانني انا ديجا تكلمت على تصفية الجناح الموالي لفرنسا، التصفية ديالو من السلطة. وانا كنقولها وكنعاود ان وليد صادي النهاية ديالو بعد المونديال مباشرة، وان هذا الملف ديال السنغال والفساد داخل الاتحاد الافريقي متورط فيه بقوة، وكيظهر هو في الشاشة اكثر من فرنسا اللي موظفاه، ومعاه حفيظ الدراجي. في النهايه ديال هاد الناس نهايه بعد المونديال. وكنعرفوا ان حفيظ الدراجي سالات المهمه ديالو في بين سبور، وكان تدخل ديال هاد الجناح الموالي وكان تدخلات من فرنسا للتمديد لسنه الى ما بعد المونديال. فالامور اصبحت واضحه، الامور بدات كتبان، وكاين بزاف ديال الحوايج. وربما وصلنا لما قاله الحجاج بن يوسف الثقفي يوم وصل الكوفة، وداك البيت الشعري الشهير اللي كنوظفوه في مثل هذه المناسبات: إني رأيت رؤوسا قد أينعت وقد حان وقت قطافها، وإني والله لقاطفها. رؤوس فرنسا أينعت، حان وقت قطافها من طرف إخوانها. وحتى الإخوان اللي ما عاشوش الحرب
ديال الحركيين مع بعض الجزائريين اللي ما كانوا فاهمين والو، كانوا كيظنوا انهم جزائريين. فبحال هكا كانت تصفيات وكانت بزاف ديال الحوايج. وللاسف ان المستعمر الفرنسي دوك الحركيين كان جابهم حتى للمغرب ودار عمليات ضد الفدائيين ورجال المقاومه واعضاء جيش التحرير، وكان من بينهم الشهيد محمد الزرقطوني رحمه الله عليه. فمقتل هشام انا اتمنى أن يكون ضغط إعلامي يصل إلى السلطات السويدية لتكشف لنا عن حقيقة من قتل هشام، ليس حبا في هشام ولا دفاعا عن هشام، ولكن لفضح هاد مسخط الوالدين هادو. إذن حفيظ الدراجي، الحسين جناد، وليد صادي. أنا ما كنتهمش الحسين جناد بالضلوع في هذه المؤامرة، ولكن كنقول أن الحسين جناد الدور قادم عليه، الدور قادم على الحسين جناد، وبعد الحسين جناد الدور سيكون على حفيظ الدراجي، ثم ان وليد صادي غادي يكون المكان ديالو السجن. وهذا علاش تم توظيف نور الدين الزكري مدرب الشباب السعودي. هذا المدرب اللي ما عندوش كارير بعدا كيلعب مع الفرق اللي غطيح الدوزيام سيري، خرج وانه استهدف الاردن ودار واحد البلبله وضجه اعلاميه من المحيط للخليج. هذه الضجه الاعلاميه الغايه منها هو التضليل والتغطيه على مقتل هشام. فانا رسالتي للذباب الالكتروني: إن عشتم بلا شرف فموتوا بشرف، وإن كنتم فعلا جزائريين وتدعون الأنافة والتشيكوريت فطلبي لكم هو أن لا يذهب دم هشام هدرا. قبل من هشام كانت محاولة اغتيال ديال هشام عبود، ديال أنور مالك، ديال أمير ديزاد، والكثير من الجزائريين اللي كيقبعوا في السجون. وصراع الأجنحة من بعد ما انهارت الجزائر سياسيا بدا كيمشي على التأثير الرياضي، وغادي يدخل حتى الذباب الالكتروني اللي كيتكلم في الامور الثقافيه، شهرزاد وما شابه ذلك. لانني ديجا تكلمت وقلت انه واحد الشهر هذه قلت لكم في واحد اللايف ان عمليه التصفيه والاغتيالات والسجن غتبدا هذه الايام، وشفنا بزاف ديال العمليات اللي شكلت واحد الحدث غير مسبوق في تاريخ الجزائر، هذه الجزائر اللي ما عندهاش تاريخ. على العموم مات هشام والمغرب لازال يتسلق الدرجات، مات هشام وفوزي القجع لازال يكتب التاريخ ويحقق الإنجازات، مات هشام وماتت معه كراهية المغرب، لكن المغرب مستمر في البناء والانفتاح على الآخرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى إن شاء الله.